اتقوا الله أيها الناس. ما الذي وصل إليه الناس؟ ما الذي وصل إليه الرجال؟ نحن لسنا ضد أن يترفه الإنسان وأن يتنعم. قلنا للناس تمتعوا بما أباحه الله في الدنيا، لكن أن يتعدى الناس الخطوط الحمراء ويحللون ما حرم الله، بل يدفعون ذلك أن الشيخ قد قال. أيها الناس اتقوا الله. قد تحل بنا كارثة، قد تحل بنا مصائب، لأننا لا نتعدى على بشر، نتعدى على رب البشر. المشكلة أنهم أبناء محمد صلى الله عليه وسلم، أبناء أمة النبي، يقفون ويتفاخرون أن هذا حلال بينما هو حرام بنص صريح في كتاب الله. بعد فتح مكة لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فجاء هذا الرجل وإذا به يتعلق بأسوار الكعبة، يتعلق بأسوار الكعبة. فجاء الصحابة قالوا يا رسول الله انظر إلى ابن خطل يتعلق بأسوار الكعبة. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم اذهبوا فاقتلوه. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم اذهبوا فاقتلوه. لا مزاحة. ونقول لك عذرا يا رسول الله، عذرا يا حبيب الله. نفتح المواقع والمقاطع ثم نغلقها وكأن شيئا لم يحدث، ولا يسعنا والله. ونحن لا نملك إلا المنابر، ولا نملك إلا الأقلام، ولا نملك إلا الأصوات على خجل وعلى استحياء في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن نقول اللهم اصنع بمن تطاول على النبي صلى الله عليه وسلم آية. اللهم اصنع بمن تطاول على حبيبك صلى الله عليه وسلم آية، وأرنا هذه الآية في زماننا بأعيننا، وأرنا بهم يا ربنا عجائب قدرتك، واجعلهم لكل معتد وجبار آية، ولا ترفع لهم بيننا راية. يا رسول الله لا نملك شيئا في زمان الجبن، لكن يا كرام نحن نملك أعظم من ذلك، أن نربي أطفالنا ليس على المياعة ولا على الرقص، وإنما نربيهم على منهج النبي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إن القادم من أمتنا صعب. القادم من أمتنا ليس بحاجة أن تخرج لنا أشباه رجال يتمايلون ويتراقصون. القادم من أمتنا صعب يا ناس. القادم من أمتنا خطير أيها الناس. أنتم تنامون، أهل الباطل لا ينامون. نحن أمة محمد ننام وعشقنا النوم، هم لا ينامون، يخططون من أجل طفلك ومن أجل ابنك ومن أجل ولدك ومن أجل ولد ولدك. يخططون من أجل أن ينهار هذا الجيل، يخططون من أجل أن تنام وأن تموت هذه الأمة وأن يعلو الباطل، ونحن لا ندري ونحن لا نعلم. بل الأصعب من ذلك أننا لسنا في زمان نمنا فيه، بل سهرنا لنعين الباطل علينا. ليتنا نمنا والله، ليت هذه الأمة اكتفت بالنوم، لا بل هذه الأمة استيقظت وسهرت ليلا تعين أهل الباطل على الباطل. يا أيها الناس راقبوا أولادكم، راقبوا فتياتكم، راقبوا أزواجكم. لا خير فينا والله إن أتينا وصلينا وسجدنا وعبدنا الله ونساؤنا على المواقع. لا خير فينا إن قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله وأننا أبناء محمد ونسجد ونصلي 5 صلوات في اليوم، بينما بيوتنا تعج بالفساد. يا كرام بكى النبي شوقا إليكم. يقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في نهاية الصراط، كلما مر رجل ليس من أمة النبي سقط في النار. كلما مر رجل من أمة النبي رفع النبي يديه إلى السماء ثم قال اللهم سلم اللهم سلم. هذا الذي يصنعه النبي لي ولك يوم القيامة. ثم نرى أبناءنا يتطاولون على النبي، يتطاولون على ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذه الأمة التي ترقص على المواقع وتغني هي الأمة التي بكى النبي شوقا إليها؟ هل الشباب الذين يتمايلون ويرقصون على المواقع ويظهرون نساءهم ويظهرون زوجاتهم ويظهرون بناتهم على المواقع أمام الناس هم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لقد اشتقت إلى إخواني؟ قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، أما إخواني فهم قوم يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. هل نحن فعلا هذه الأمة؟